أهلا وسهلا بحضراتكم. أرسطو هو مفكر ومؤلف ومعلم وفيلسوف يوناني من أبرز فلاسفة قبل الميلاد، وقد عاصر الحكم المقدوني. وصف بأنه أبو المنطق الغربي، فكان أول من طور نظاما للتفكير، وهو من أبرز الفلاسفة المؤثرين حول العالم مع سقراط وأفلاطون. حظيت أفكاره ومؤلفاته بالكثير من الاهتمام، ولا زالت تدرس في مختلف العصور، كما أنه في الأساس أحد تلاميذ الفيلسوف أفلاطون. من جهة أخرى، كان أرسطو أستاذ الإسكندر الأكبر، ومنشئ أكاديمية أرسطو للفلسفة في أثينا، ومؤلف للعديد من الكتب التي لم تقتصر على الفلسفة، بل شملت المنطق والنقد والفيزياء وعلم الأحياء والبلاغة وعلم النفس والرياضيات والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة وغيرها. أصبح أرسطو شخصية تاريخية بنيت عليها أفكار الفلسفة الأرسطية القديمة، المختلفة في الاتجاهات والمناهج عن الفلسفة الأفلاطونية، على الرغم من كون أفلاطون هو المعلم الأول لأرسطو. ولد أرسطو في بلدة في شمال اليونان سنة 384 قبل الميلاد. والده كان طبيبا لملك مقدونيا. ماتت والدته عندما كان صغيرا، أما والده فتوفى وهو في سن العاشرة. وبعد وفاة والده أصبح زوج أخته الكبيرة وصيا عليه حتى بلوغه. انتقل أرسطو إلى أثينا عندما كان في 17 من عمره، والتحق بمدرسة أفلاطون للفلسفة، وتتلمذ على يد مؤسسها أفلاطون. أمضى فيها 20 عاما، دعم فيها أفكار معلمه وصار على نهجه في الحوار، وفي نفس الوقت كان له منهجه المنطقي المختلف والخاص به، واختلف مع أفلاطون في آراء وأفكار فلسفية أخرى. غادر الأكاديمية بعد وفاة معلمه أفلاطون، وانتقل إلى مدينة أسوس، وهناك حظي برعاية حاكمها هيرمياس، وتزوج من بنت أخته بالتبني، فأصبح المدرس لابن الحاكم فيليب الثاني المقدوني، والذي أصبح صديقا لأرسطو بعد أن أصبح معلم ابنه الإسكندر الأكبر. خلال تلك الفترة عمل أرسطو على الكثير من البحوث في عالم الحيوان وتصنيفاته وعالم الأحياء البحرية وغيرها. عاد إلى أثينا بعد أن أصبح تلميذه الإسكندر هو الحاكم بعد والده، وأسس مدرسته الفلسفية، كما أنشأ مكتبة بحث علمية كبيرة تتلمس حوله مجموعة كبيرة من الباحثين المميزين، وكانت المدرسة مفتوحة للجميع ومجانية. من مؤلفاته كتاب فن الشعر، والذي يعد من أهم الكتب النقدية التي وصلت لنا من تراث الإغريق، وهو أقدم كتب النقد الأدبي، واهتم بكثير من أشكال الإبداع الفني مثل الملحمة والحوار والموسيقى. كتاب السياسة، وهو من الكتب المهمة التي تتحدث عن السياسة التاريخية القديمة. كتاب دستور الأثينيين، وفيه يتحدث عن تطور النظام السياسي الأثيني في القرن الرابع قبل الميلاد، ويصف ويشرح كيفية التنظيم الإداري والسياسي في أثينا في عصر أرسطو. وبعد وفاة الإسكندر المقدوني بشكل مفاجئ سنة 323 قبل الميلاد، تمت الإطاحة بالحكومة المقدونية، ولأن أرسطو كان من أنصار المقدونيين وجهت له اتهامات، مما جعله يغادر أثينا تجنبا لمحاكمته وإعدامه.